النهارده لما يكون الرعايه بتاعت الزمالك 140 مليون ورعايه النادي الاهلي طبقا للميزانيه وطبقا للارقام زي ما طلبت 600 مليون، يبقى هل هناك اهرام؟ هل يوجد اهرام في هذه الرعايات؟ يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ يعني لازم نقف انتباه للنادي الاهلي، ويسمحوا لي الناس العقلاء اللي بيحبوا من الرياضه، هذه ليست مقارنه ولكن هي توضيح للامور يا كابتن عبد الله. النادي الاهلي ميزانيته العامه يا كابتن عبد الله 7 مليار و100 وارقام، يعني 171 مليون. النادي الاهلي فائض الميزانيه في كره القدم يا كابتن عبد الله بعد ما صرف مليار و785 ميزانيته فائض فيها 68 مليون جنيه. يعني الاهلي كسب بعد ما صرف مليار و175 مليون جنيه كسب 68. هو ده الخطيب، اهلا بيهم. نادي الزمالك عنده عجز بالملايين يا كابتن عبد الله. انا بصراحه انا بشفق على نادي الزمالك وعلى ميزانيته، لكن انا حابب اقول هنا حاجه. ازاي طلعت رخصه نادي الزمالك وهو عنده عجز في الميزانيه؟ المعلن يا كابتن في ميزانيه نادي الزمالك عجز مليار في النادي، مليار و882 مليون جنيه، مصاريف 743 مليون، تبرعات 125 مليون جنيه، عجز في كرة القدم 321 مليون. اسمحوا لي ان انا اول مرة بقرا من الورقة عشان التوضيح. نادي هنا النادي الاهلي في موجب 68، نادي الزمالك في عجز 321. ازاي تطلع الرخصة يا كابتن وفي كابتن عبد الله وفي عجز؟ برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. قدرت تخدعني وانا عمري ما اتخدع. عن اي مقارنه الناس بتتحدث، لازم يبقى في عقل في المقارنات في الميزانيات. هتسالني الطبيعي، النادي الاهلي مدعوم من الدوله زي ما انت قلت. نرجع بقى كابتن عبد الله يسمح لي اديني وقت في الموضوع ده. النادي الاهلي ليس مدعوم من الدوله. النادي الاهلي الى الان في 117 سنه عنده 14 رئيس نادي. ده رقم صغير جدا في 114 سنه. رئيس بيسلم رئيس. بتشوف رئيس النادي الاهلي حسن حمدي في النهائيات في البطولات بجوار كابتن محمود الخطيب. على العكس تماما. هل نادي الزمالك رئيس بيسلم رئيس يا كابتن عبد الله؟ ما فيش. رئيس بيرفع قضيه على رئيس. شفنا رحمه الله عليه العمري فاروق الوزير السابق نائب رئيس نادي الاهلي لما اتوفى، النادي الاهلي راح لاسرته عشان يستاذنوا في نائب رئيس. على العكس تماما من فتره طويله كان النائب يرفع قضيه على النائب في مجلس اداره الزمالك ويضرب ويضربوا بعض. فاحنا عظمه على عظمه يا سيد يضربوا بعض. فاحنا هنا ما بنتكلمش غير على تاريخ حصل. انا ما بحكيش حاجه يا كابتن عبد الله الناس بتتكسف منها، ولا انا بقول حقائق حصلت. نادي الزمالك، انت بتكلمني النادي الاهلي نادي الدوله. نادي الزمالك كان يملك بوتيكات في اواخر السبعينيات والنادي الاهلي لا يملك. النادي الاهلي الان يملك 4 فروع والخامس بحق البي او تي، والزمالك لا يملك الا فرع واحد. دقيقة واحدة بس. النادي الاهلي 14 رئيس. انت عارف عدد رؤساء نادي الزمالك منذ 1911؟ لا طبعا. ولا هم يعرفوا. النادي ده انت يومك اسود، يومك اسود، يومك اسود. الاهلي مقره موجود في نادي الجزيره، وفي شهر ابريل 1907 معروف اليوم والتاريخ تاسيس النادي الاهلي. شيرين فوزي اللي هو المسؤول عن مئويه النادي الزمالك في 2011 ما لقاش فين مقر نادي الزمالك، ما لقاش محاضر مجلس الادارات. معقوله؟ ما فيش. النادي الاهلي في برنامج اسمه على قناه النادي الاهلي محاضر مجلس اداره النادي الاهلي، الورقه موجوده.
في تاريخ يا كابتن عبد الله، في عمل مؤسسي تاريخ مسجل منظم. كذلك. في عمل مؤسسي منظم. بالضبط. طيب انت النهارده لما تيجي تقول لي عدد البطولات، الاهلي يتفوق فوق ال 150 بطوله، الزمالك حاجه و70 بطوله. لما تيجي تتفوق في النظام والمؤسسي 14 رئيس نادي، هنا عدد لا محدود، هنا 5 فروع، هنا فرع واحد، هنا نادي منظم بطولاته معروفه، هنا الامور تايهه، ما هوش عارف فين مقره وفين تاسيسه. صحيح. هذا بص، انا بخاطب العقلاء، هذا ليس تقليل، الزمالك نادي كبير ومن اكبر انديه الشرق الاوسط وافريقيا، ولكن النادي الاهلي يظل الاكبر على طيب الإطلاق. وزير